حصل عندي حيرة في بعض الشخصيات في الكتاب المقدس، على الرغم انهم قديسين، بس ليه ردود افعالهم مختلفة جدا في موضوع الدعوة الإلهية؟ واحد ربنا يدعيه يقول له أنذا، تاني يدعيه يقول له ما أقدرش، أنا ولد ما أقدرش أتكلم، أنا ثقيل فم ولسان. طب تعالى يا جبار البأس، جبار بأس إيه؟ ده أنا عشيرة الذلة في منسى وأنا الأصغر في بيت أبي. ربنا لما كلم جدعون، واحد تاني يقول أنا أعمل وأعمل وأعمل، أنا أموت معك لو اضطررت أن أموت معك. ليه موسى النبي وجدعون ردوا بشكل وبطرس الرسول رد بشكل تاني؟ بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا بنقرأ في الكتاب المقدس في شخصيات من القديسين محيرة قوي. هو القصة فين؟ القصة في حاجة اسمها الصورة الذاتية، مش عدم إيمان بالله، لكن تقييم الإنسان لنفسه. هل تقييم واقعي عارف قدراته زي ما هي صح، ولا بيبالغ في تقييم قدراته أو ينحط قوي في تقييم قدراته ويشوف نفسه بدونية؟ فالموضوع اللي عايز أخده معاكم النهاردة موضوع عن الصورة الذاتية. يعني إيه صورة ذاتية؟ يعني مش حقيقتي أنا شايف نفسي إزاي، تقييمي لنفسي وحديثي عن نفسي ازاي، ايه الصورة اللي انا راسمها لنفسي ومصدقها في نفسي. هل الصورة الذاتية دي صورتي عن نفسي مهمة؟ هل هتأثر على حياتي؟ طب مش مفروض ابقى متواضع واقول عن نفسي كلام وحش، انا حقير وانا حشرة وانا دودة وانا مسواش؟ مش مفروض التواضع واقول عن نفسي صفات وحشة؟ هو التواضع مش كده بالظبط. التواضع ان انا عارف الامكانيات الممنوحة لي من الله، عارف عمل الروح القدس معايا، عارف قوة الله في انه يستخدم ضعفي ازاي، مقر بضعفي ومتقبله، ولكن معتمد على عمل النعمة وعلى الله، وأقولها أنذا واروح للمسؤولية اللي ربنا يبعتني ليها، طالما ربنا اللي هيشتغل مش أنا ومش قدراتي. طب الصورة الذاتية لو إيجابية الإنسان بيبقى إيجابي ومنفتح على الحياة وقادر على تحمل المسؤولية، لكن الصورة السلبية والمشوهة عن الذات بتخلي الإنسان انسحابي وهروبي وما يدركش الإمكانيات والمواهب والمهارات الممنوحة ليه، فما يستخدمهاش أبدا، لأنه هو عنده صورة عن نفسه مش هيقدر وعاجز، مش هينفع. ربنا لما دعا موسى النبي وقال له تعالى اشتغل معايا هبعتك لفرعون، عشان اعمل ايه يا رب؟ هتكلم فرعون تقول له يطلق شعبي، وعلى فكرة فرعون مش هيسمع لك، بس انا هتمجد بفرعون واطلع شعبي بذراع رفيعة واضرب ارض مصر بضربات عظيمة، هعمل العجائب في ارض مصر وهوريك العجائب بتاعتي. قال له لا يا رب انت فاهم غلط. فاهم غلط ايه؟ الشعب مش هيصدقني، انا لست ذو مصداقية وثقة عند هذا الشعب. انت مش عارف انا عندي صورة عن نفسي ان انا الشعب ده مش بيثق فيا. لما حكمت بين اتنين الظالم قال لي انت عايز تقتلني زي ما قتلت المصري، فانا اتكونت عندي صورة بسبب الكلمة بتاعته، شفت نفسي من منظور الشعب انت مش ثقة، انت مش رئيس علينا، انت ما تخدمناش، انت ما تصلحش بيننا، ما ينفعش تحكم وسطينا، مالكش كلمة معانا، فالشعب ده مش هيصدقني اصلا. وعلى فكرة برضه هقول لك حاجة تانية يا رب انت مش عارفها، فرعون مش هيسمع لي. انا مين عشان أقف أمام فرعون؟ واحد غلبان زيي، واحد هارب من حكم عليه وقاعد في مديان متغرب، فرعون يسمع لي أنا؟ لا، أنت برضو يا رب مش عندك الفكرة دي. فأنا برضو لست ذو ثقل ولست ذو مكانة، وكمان على فكرة مش موهوب في الكلام وهعرف أقنع فرعون وفيلسوف. هل فعلا موسى ما كانش فيلسوف؟ اللي يقرأ أسفار موسى الخمسة يلاقيه فيلسوف عظيم جدا، قدرته على التعبير هائلة، صياغاته للمعاني اللي بتعبر عن ربنا وعمله تفوق الوصف، إنسان فصيح جدا مقتدر في القول والفعل، والكتاب وصفه انه هو كان انسان قدير ورئيس الانبياء. الكنيسه بتسميه بالنسبه للعهد القديم هو رئيس الانبياء، يعتبر كل اليهود وكل المسيحيين تلاميذ موسى النبي وتلاميذ تعاليمه اللي جايه في الاسفار الخمسه العظيمه اللي كتبها موسى النبي. لكن صورته عن نفسه بسبب بعض الظروف اللي مر بيها في حياته كانت سلبيه ومشوهه، خلته يرفض الدعوه ويقول لا. ربنا قعد يحاول مع موسى اكتر. طب يا موسى انا معاك، انا هبقى فمك، هبعت هارون يدعمك ويسندك. في حين اثناء الرحله لقينا موسى اللي بيتكلم مش هارون، موسى اللي بيقول لفرعون، موسى اللي بينذر ويهدد فرعون، موسى اللي بيعلم الشعب، موسى اللي بيطلع يكلم ربنا، موسى اللي بيكتب، موسى اللي بيوصي، موسى اللي بينزل الشريعه. فين دور هارون؟ دور هارون كان دعم ومسانده، هيبقى جنبك بس ونس، يحسسك بالالفه وانك مش لوحدك، لكن انت يا موسى تقدر على كل ده، مش زي ما انت متخيل. فصوره موسى عن نفسه انه ما يقدرش وانه غريب وانه ليس ذو قيمه وليس ذو لسان خليته يرفض الدعوه الالهيه يخدم مع ربنا، لغايه ما في اخر الاصحاح تلاقوا يقول لك وحمي غضب الرب على موسى. هتروح يعني هتروح. فموسى في الاخر امن ان ربنا معاه وراح معتمد على قوه الله. بعد اللقاء ده مع الله اخذ نعمه خاصه، لكن لو على صورته اللي جواه انا ما ينفعش ولا اعيش وسط الشعب، انا اعيش هربان افضل لي. انا العبرانيين مش هيقبلوني لان متربي تربيه غريبه، والمصريين مش هيقبلوني لان اصلي عبراني. انا عايز اعيش مع اله اسرائيل وما اعبدش الاوثان وما اخدش كنوز مصر. وشعب اسرائيل شايفني الواد المرفه المتعلم تعليم مصري وجامعات مصريه
وفلسفة مصرية وتربيت في قصر فرعون، فأنا تبع مين؟ عندي مشكلة في الهوية والانتماء، أنا مش عارف أنا تبع مين. كمان يا رب برضو عندي مشكلة تانية، أنت إله غامض مالكش اسم، ما نعرفكش. في آلهة المصريين كل إله ليه اسم وليه قصة، وهارون لشعب إسرائيل هقول أنت اسمك إيه؟ أنت إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إله أجدادنا ماشي، بس اسمك إيه؟ يعني تعودنا إن الآلهة ليها أسماء. قال له أنا يهوه، أنا الكينونة، أنا الكيان، أنا الوجود، أنا الحقيقة، أنا اللي الوجود ده كله قائم عليا، أنا اللي موجود في الموجودات، أنا اللي أوجدت الوجود نفسه، فأنا الكينونة ذاتها يا موسى، أنا الشيء الحقيقي الموجود بذاته لوحده. روح قول لهم اسمه يهوه، هلاقي لك اسم يعبر عني ينفع بلغة البشر، ولكن الله أكبر من أي اسم يتحط لي. لكن أنتوا كشعب محتاجين لي اسم، حاضر أدي لك اسم. الصورة الذاتية بتتكون من 3 حاجات واضحين. المعلومات الأساسية عن نفسي زي ما قلنا، تعليمي إيه، شعبي إيه، هويتي إيه، انتماءاتي إيه، شكلي، صحتي، لوني، جمالي، درجة وسامتي، ثقافتي، أسلوبي في التعبير عن الحياة. في معلومات أساسية. افتراضات اللي أنا بفترضها، الإنسان عشان يبقى صالح مفروض وحط افتراضات بتاعتي، فالافتراضات بحاسب نفسي عليها وبحاسب صورتي عليها. لو الافتراضات دي مش مظبوطة هتديني صورة سلبية. لما أقول مفروض أرضي كل الناس ومحدش يزعل مني، هو ده واقعي؟ هو ربنا يسوع المسيح كان يرضي كل الناس؟ مفروض ما اغلطش وامشي صح على طول. هو في انسان معصوم؟ هو الرسل والقديسين والانبياء كانوا معصومين؟ هو كان مفروض ما يغلطوش خالص؟ هو مفروض، بس مش هنقدر. كمان الاحاسيس والمشاعر، لما ابقى قلق وخايف ومكتئب ومرتعب، دي بتديني صورة ان انا ضعيف وان انا عاجز وان انا مش هقدر، وتخليني ممكن اكثر هروبا واكثر انسحابا. فال3 حاجات دول بيكونوا الصورة الذاتية. المعلومات الاساسية، الافتراضات العقلية والذهنية بتاعتي، الأحاسيس والمشاعر، لما يتفاعلوا مع بعض لو دول إيجابيين هيدونا صورة إيجابية تخليني إنسان فعال، لو كانوا دول سلبيين هيدونا صورة سلبية تخليني انسحابي وانهزامي وهروبي وغير مبادر وغير واثق في نفسي، وحاجات كتير كان ينفع أعملها أقول أنا ما أقدرش مش هعملها. صورتي عن نفسي إن أنا ما أقدرش خلتني أحقق عدم القدرة. اعتقادي في ان انا هفشل خلاني احقق الفشل. اعتقاد ان انا ما اقدرش اشيل مسؤولية خلاني اتنازل او ادي المسؤولية الاخر او ارفض تحملها، في حين قدراتي الكامنة فيا اللي ربنا اودعها فيا كان ينفع تقدر وكان ينفع اعمل، بس صورتي عن نفسي خلتني ايه؟ اقول لا. وكتير قوي في الكتاب المقدس ربنا وعدهم، ناس قالوا احنا رحنا تجسسنا ارض كنعان، شفنا الناس عمالقة وطوال بس نحن قادرون على نصعد ونمتلكها، 2 بس، والباقيين قالوا كنا كالجراد في أعين أنفسنا وهكذا في أعينهم. ربما حد سخر من منظرهم وقصر قامتهم بالنسبة للعماليق، والتانيين جامدين قوي في الجسد، لكن كالب ويشوع كان عندهم ثقة في نفسهم وفي قوة الله معهم، احنا نقدر نمتلكها. أما ال10 جواسيس الباقيين قالوا ما نقدرش. ليه؟ صورة ذاتية. فربنا يوعد ويقول لك يا جبار البأس، تقول له ولا جبار بأس ولا حاجة خالص، أنا مش جبار بأس، أنا عيلتي صغيرة، لأن جبار البأس المفروض يكون من عيلة كبيرة. افتراض ذهني. سبط عملاق زي يهوذا مثلا، يعني على الأقل يبقى عمدة يهوذا أو رئيس السبط، ده يبقى الجبار البأس، يبقى سبط كبير وهو مكانته كبيرة جوه السبط، من العرفاء بتوع الشعب والشيوخ الكبار. افتراضه الذهني عن جبار البأس اختلف مع افتراض الله. لا يا جدعون، أنا بدور على حد يكون قلبه فيه إيمان وفيه ميل لخدمة الآخرين ورحمة. ده بالنسبة لي أنا جبار بأس، بس يا رب أنا بالنسبة لي جبار البأس عندي صورة مختلفة، عندي افتراض مختلف عنه. عشان كده فرضيته الجبار البأس خليته يرفض فرضية الله إنه بيبحث عن الإيمان والطاعة اللي لقاهم في جدعون ما لقاهمش في جبابرة البأس اللي في شعب إسرائيل. وهكذا إحنا كل يوم على فكرة بنمارس ده بلا وعي، إن أنا حاطط فرضيات بحاسب عليها نفسي، بطلب من نفسي معايير معينة أنا ما أقدرش أحققها، فالمعايير دي لما أصطدم بيها أنا ما أقدرش يا رب أعمل شريعتك ولا أبقى معاك ولا أنتسب ليك ولا أستاهل أبقى ابنك. مش تواضع ولكن صورة سلبية بتخليني حتى في علاقتي مع الله مش مندمج ومنخرط في العلاقة ده بشكل صحي ينميني ويخليني أكبر في الإيمان وأكبر في علاقتي مع الله. هنا هنحذر التقييم الأعلى من الواقع، كمان التقييم الأدنى من الواقع. لما أقول أنا أقدر وأعمل وإن اضطررت أن أموت معك لا أتركك أيضا، ده قالها بطرس. وهكذا قال الجميع أيضا. الرسل كان عندهم صورة عن ذهنهم كده، إحنا هنقدر نقف في ظهرك رجالة وما تخافش إحنا معاك. كانت صورة غلط، كان تقييم مبالغ فيه في قدراتهم. طب أنا بقول لكم كلكم تشكون في هذه الليلة. فرضيتهم إن الإنسان يموت وما بيقومش تاني. ربنا وصف كل القيامة وفي الآخر قالوا كان معانا ونبي ومقتدر ومات. وكمان إن الستات حيرونا قالوا ده قام، والملائكة قالوا لهم ده قام، لكن إحنا مفيش حد بيقوم من الموت. افتراض إن مفيش حد بيرجع من الموت
طب ما انتوا شفتوا إقامة موت، شفتوه بيقول كلمة يقيم الموت ومش هيقدر يقيم ذاته؟ لا، احنا عندنا فرضيات سابقة خلتنا نصطدم بالقيامة ونصطدم بثقتنا في أنفسنا إن احنا مفيش زينا، فخلتنا نرفض رأي الله إن كلكم هتشكوا فيا وكلكم هتهربوا، وأنت يا بطرس بالذات هتنكرني في الليلة دي 3 مرات. مشكلة المعتقدات عن نفسي أو الأفكار عن نفسي في إيه؟ في إنها اتقفلت واتربطت وانا مش براجعها. قلت انا قليل الذكاء، انا ما بعرفش اعمل علاقات، انا ما اقدرش اقود مجموعه، انا ما اقدرش اتحمل المسؤوليه لاحسن الشغل ما يطلعش ممتاز، ده هيخليني اعمل ايه؟ سوري انا مش شغال معاكم، انا خليني بعيد. المعتقدات دي عايزه تتعاد قياسها مره تاني. دي معتقدات حقيقيه؟ مش حقيقيه، لان انا كانسان اقدر اشتغل في فريق، واقدر لما اغلط تصلحوا لي، واقدر استشيركم وتحطوا لمستكم معايا، واقدر وانا مسؤول ادي كل واحد فيكم دور وتشتغلوا كلكم كفريق وكل واحد يحط بصمته ونشتغل مع بعض وكل واحد يكمل نقص وعجز الاخرين. دي الصوره الصحيحه الاصليه السليمه. لكن الافتراضات الاولى دي افتراضات بتحبسني وتكتفني وتحطني في سجن معين. حاجة تانية بتأثر في الصورة الذاتية هي المشاعر. مشاعر جهة نفس، في عجز، في ثقة، في حماس، في شغف بالحياة، في انطلاق، في أمان في هويتي الذاتية. لو أنا ما عنديش ده، ما عنديش الأمان وما عنديش الثقة، هبتدي ألبس المظهر التعويضي، يبقى عندي يعني شكل خارجي بعمله مش بيدوم، بعد شوية بتوقف. لكن لما يكون في قبول لذاتي وقبول لضعفاتي وإقرار بحقيقة وجود عيوب شخصية عند كل إنسان، فبقى عنديش مشاعر يعني احتقار ولوم مفرط إن عندي ضعفات. فعندي معتقد صحيح بيقول كل الناس عندها ضعفات، حاجة وراها أقول معتقد تاني مفيش مانع يكون عندي بعض الضعفات، ولكن هذا ما يلغيش التزامي بأن أكافح وأنجح واشتغل على قدر الإمكانات الموهوبة لي، فيتولد الحماس والشغف. لكن لو أنا ما عنديش امكانيات فانا انسان مش هينفع، فانا خجول وحاسس بالخزي من نفسي فاستخبى، اما اتنافس مع الاخرين او اهرب. ففي الحالتين صورتي الذاتيه دي بسبب مشاعري جهه نفسي وجهه الحياه خلتني ردود افعالي ما تبقاش فعاله وتبقى انهزاميه وانسحابيه. فهنا الصوره الذاتيه تعتبر حجر الاساس في علاقتي بنفسي وعلاقتي بالناس وعلاقتي بالعمل والانتاجيه. لو دي اتهزت بتأثر على ال3 حاجات دول، وبتأثر على كفاءتي في الحياة وجودتها واستمتاعي بيها أيضا. فلما أتعامل مع نفسي كخصم كعدو، ده بينعكس على علاقاتي في معاداة الآخرين أيضا. كنت أنا بلوم نفسي لوم مفرط على غلطة، لما حد تاني هيغلط هعمل فيه إيه؟ نفس اللوم، نفس الإفراط في التأنيب، نفس الحنق والغضب والغيظ الشديد. بالتالي علاقاتي هتضطرب، إنتاجيتي إيه؟ هتقل. طريقتي اللي بتعامل بيها مع نفسي زي ما هتعامل بيها مع الآخرين. طيب الصورة الذاتية دي ممكن تتكون إزاي وتتكون منين؟ بتتكون من عاملين مهمين جدا، عامل البيئة وعامل الوراثة أو الميل الفطري. كل واحد في صفاته الوراثية مختلف عن التاني في أسلوب تفكيره، وفي نفس الوقت العوامل البيئة، التنشئة، التربية، كلام الآخرين المهمين، أسر المنشأ، أصحاب السلطة، الناس اللي بيقولوا لي الصح والغلط، الصح فين والغلط فين، رؤية المجتمع، ميول المجتمع اللي حواليه بيمجد ايه، قوانينه، المعتقدات بتاعتي، ديانتي، قيم الروحية، مبادئ الأخلاقية اللي اتربيت عليه. كل ده بيساهم في التشكيل الأساسي للصورة الذاتية عند الإنسان. الكتاب المقدس بيعلمنا أن الإنسان هو ما يعتقده عن نفسه. سفر الأمثال بيقول لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو. زي ما الإنسان بيحس بينفذ اللي حسه. وده مبدأ في علم النفس اسمه النبوة ذاتية التحقيق. اللي أنا بعتقده عن نفسي هو اللي بحققه، هو اللي بعمله. مش مهم الناس يعتقدوا عني إيه، لكن مهم اللي أنا بعتقده عن نفسي، لأن ده بيحركني أكتر من معتقدات الناس عني. يعني لو الناس اللي حواليا خوفين أو شكاكين وشكاكين في قدراتي، بس أنا واثق في قدراتي، مش هيعطلوني. لو كلهم واثقين فيا بشدة جدا، أنت هتعمل، أنت تقدر، أنت الموهوب، أنت الفهم في الموضوع ده، أنت اللي دارسه كويس، وأنا ما عنديش ثقة، سوري أنا مش هقدمه بالكفاءة والجودة اللي ترضيني، فأنا مش هعمله. فرأي الناس مش هو اللي تحكم في المنتج النهائي، لكن رأيي أنا في نفسي هو اللي خلاني أعمل أو ما أعملش. هل صغر النفس في حد ذاته خطية؟ صغر النفس ممكن يخليني أعمل خطايا، لأنه ممكن يخليني ببساطة ما أعملش مشيئة الله وأعمل مشيئة نفسي. زي ما شفنا الصراع مع موسى، أنا رب مش هخدم، طب أنت بتنفع في الخدمة بس أنا شايف إن أنا ما ينفعش. طب دي خطية ولا مش خطية؟ لما أعمل عكس كلام الله وأعمل مشيئة مش بتاعت الله، طب ما دي بقت خطية هنا. فحتى في تحليل الكهنة لما بنصلي التحليل عن الخطايا اللي فعلناها بمعرفة أو بغير،
معرفة، إن كان بالقول أو بالفكر أو بالفعل أو بصغر النفس. يعني في خطايا بنعملها سببها صغر نفس، فما نعملش مشيئة الله لأن أنا مش واثق أن ربنا يساعدني، لأن أنا إمكانياتي ضعيفة. كمان عندي معتقد هو ربنا يشتغل بواحد زي أنا، ده معتقدي. لكن ربنا بيقول إيه؟ يشتغل بكل حد، يدي اللي عنده وزنتين واللي عنده 3 واللي عنده 5، اللي عنده مواهب كتير ومواهب قليلة، كله يشتغل مع الله، بيدي الدينار لكل واحد. حتى اللي قاعد في السوق لآخر اليوم وصابر إن محدش استأجره واشتغل ساعة واحدة، ربنا اداله الدينار. ففكر ربنا غير فكرنا. تواضع غير صغر النفس. تواضع بأقر بالإمكانيات المهولة اللي ربنا أودعها في الإنسان عموما، وأنا كإنسان عندي هذه الإمكانيات الممنوحة، بس دي بتاعت مين؟ بقر مش بتاعتي، مش أنا اللي عملتها، مش أنا اللي خلقت مواهبي، الله هو اللي خلقني، أنا معمول عشانه. كان في متسابق بيجري بسرعة كبيرة، وهو بيجري بيسابق في المنافسات الرياضية، كان بيقول ربنا خلقني وهو كمان خلقني سريع. لو أنا ما حققتش السرعات وأنا ما اتدربتش كويس، أنا ما عملتش مشيئة الله في حياتي. لو أنا ما بذلتش أقصى طاقتي، أنا ما عملتش الموهبة اللي أنا مخلوق عليها. فلأجل أن الله خلقني سريع، أنا لازم أتدرب ولازم أجري. أنا بعمل مشيئة الله، مش بس الموهبة اللي عندي، دي مش بتاعتي، أنا بعترف إنها بتاعت الله وأنا بعملها لأجل الله. فالإنسان المتضع هو إنسان قادر إنه يكتشف قوته، قادر على التمسك بالحق، قادر على النضال. شفنا شخصيات شديدي القداسة والتواضع ولكن شديد القوة والحزم، يوحنا المعمدان وجسارته وجرأته، البابا أثناسيوس الرسولي اللي واجه العالم كله وتمسك بالعقيدة السليمة وحارب العالم كله. طب عنده تواضع ولا ما عندوش؟ عارف قدراته ولا مش عارف؟ واثق في نفسه ولا مش واثق؟ الإنسان المتضع هو أكثر إنسان ثقة في نفسه، بيقول دي ضعفاتي ودي قوة الله، بحط ضعفاتي في إيد الله والله بيشتغل. لما يبقى عندك موهبة مش بتاعتي، دي ممنوحة لي من الروح القدس، دي لأجل تمجيد الله. قديس بولس الرسول إن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ خدت موهبة، طب ما تعترف وقول أنا خدت، دي بتاعت ربنا، أنا بعترف بالموهبة مش بتاعتي. فالمتضع عارف إن عنده موهبة، عارف إن عنده قدرات، عارف يستخدمها، عارف يفعلها، عارف يواجه، عارف يقول لا، عارف يحط قرار، عارف يسائل ويحاسب ويحاكم الأخطاء، عارف يحط حدود ويوقف الغلط. متضع ولا مش متضع؟ لا متضع جدا. لكن يقول لك أنا ما أقدرش من منطلق صورة مشوهة، مش ده التواضع. الشعور بالعجز واليأس مش ده التواضع. التواضع ممتلئ رجاء، ممتلئ حافزية، ممتلئ حماس، ممتلئ قدرات، ممتلئ شجاعة أيضا. تواضع شجاع، لكن صغر النفس خايف وجبان ومستخبي وبيهرب. في أسباب تربوية، في أسباب من مصادر السلطة والمربين والأشخاص المهمين. أيوة، التربية الكمالية شوية لما تبقى ناقدة جدا وبتطالبني بالكمال على طول بشكل مستمر، وتوصل لي رسالة أنت ما تقدرش واللي بتعمله مش صح. اللوم والإهانات، الأوصاف والألقاب المسيئة والمهينة بتديني رسالة أنت وحش. الأسماء اللي بننادي بيها على أولادنا وتبقى مضحكة أو مخزية أو فيها وصف أو فيها تصنيف أو فيها تعيير أو فيها تقليل. الإحراج قدام زمايله قدام الآخرين، واحد يمد إيده على ابنه يضربه ضرب موجع وضرب مهين، بيقول له أنت لست ذو قيمة، أنت ما عندكش قيمة، أنت ما عندكش آدمية. الانتهاكات، حتى الانتهاكات الجسدية أو البدنية أو الوجدانية أو الجنسية، ساعات بتخلي الإنسان ينظر لنفسه نظرة خزي شديدة وتشوه الصورة الذاتية، ونظرته لنفسه تبقى معيبة جدا ومليانة خوف وعار وخزي. طب هل ده يعني ملوش علاج؟ لا، الإنسان بعلاقته الصحية لما يكبر مسؤول أنه يصلح التشوهات ويحب نفسه ويحتويها، يحتوي طفله الداخلي ويطبطب عليه ويكبره ويشجعه ويتحرر من الصور السلبية اللي حطها المجتمع. هم قالوا كده، أنا مالي بكلامهم، أنا إلهي بيقول لي إيه؟ أنا عايز أشوف نفسي بعين إلهي، إلهي بيحبني إزاي، أنا قيمتي عنده قد إيه. ماليش دعوة باللي قالوه الناس، قالوا الناس شوهوا في صورتي الذاتية، بس أنا دلوقتي كبير كفاية أن أشتغل على نفسي وأمشي رحلة نمو وأبتدي أصلح الصورة العظيمة الجميلة العملاقة المهولة اللي ربنا حطها فيا كإنسان. أنا عظيم كوني إنسان، أنا استحق الحب كوني إنسان، أنا كافي كوني إنسان، أنا جدير بالعمل مع الله وعمل إنجازات كبيرة كوني إنسان. تعملون الأعمال التي أعملها أنا أيضا بل وأعظم منها. يا رب احنا نعمل أعظم منك؟ مش هشتغل بالروح القدس؟ ما الأعظم منها ده هو برضو ده شغلي أنا، ما احنا عارفين يا رب الأعظم منها ده هيعمله أنت مش احنا، المعجزة تعملها أنت مش احنا هنقول الكلمة، تغيير الناس بتاعك. أنا عاجز عن تغيير الناس، أنا مش عاجز إن أحمل الرسالة وأوصلها، في يقبلها في اللي هيرفضها. لازم أميز، الرسالة مش بتاعتي، بتاعت الله. اللي قبلوها أرض جيدة دي بتاعتهم، واللي رفضوها
ارض حجاره او شوك بتاعتهم. انا عملت ايه؟ انا بعمل دوري الانساني المحدود. طب ودور التغيير مش بتاع ده، بتاع الله. فلما بقبل صورتي المحدوده ودوري المحدود، الله يعمل المعجزه غير المحدوده. لكن لو صورتي عن نفسي ان انا لازم اعمل ما هو غير المحدود ده، لازم اغير فرعون واغير شعب اسرائيل واغير الدنيا دي، مش هعمل ولا حاجه. ربنا ما قاليش روح غير فرعون ولا غير الشعب، قال لي روح قول لفرعون طلع شعبي. ده اقدر اعملها ولا ما اقدرش؟ اقدر، بس انا معتقد ان انا مطالب بتغيير فرعون وتغيير شعب اسرائيل. ده مش اللي ربنا طلبه خالص، ده الصوره اللي انا افترضتها. افترضت ان ربنا عايزني اغير فرعون يطلق الشعب، واغير الشعب اخليه يعبد الله ويسيب العادات الوثنيه اللي اتعلمها في مصر. لا، ربنا ما طلبش من موسى كده، ما قالوش حنن قلب فرعون ورد الشعب الى القداسه، ما قالش. قال له هتروح تقول لفرعون اطلق شعبي، تروح للناس تقول لهم يلا نعبد الله مسيره 3 ايام. انت هتقول كلمتين صعب عليك؟ صعب عليا اقول كلمتين. ليه موسى؟ ان انا طلبت نفسي كموسى ان انا اعمل التغيير، مش اقول الكلمتين. ربنا ما بيطلبش مننا ما هو اكثر من امكانياتنا، لكن احنا بنفترض ونطالب انفسنا بمسؤوليتنا عن تغيير الكون كله، مش مسؤوليتنا. الصورة الذاتية السليمة تقول أنا إنسان محدود وعاجز عن تغيير، ولكن لست عاجز عن حمل الرسالة. أنا مش عاجز على الاعتراف بخطئي، أنا مش عاجز عن الصلاة لأجل الموضوع الصعب، لكن أنا فعلا عاجز على التغيير. ولما يحصل أقول إيه؟ أنا قلتهم كلمتين بس مين اللي غير؟ ربنا. أنا سمعت الناس بس مين اللي اشتغل؟ روح القدس. وده التواضع والتوازن. ساعتها أحط الأمور في توازن سليم، أقدر أشتغل بشكل صحي وشكل ينمي صورتي الذاتية. أقول يا سلام، ده ضعف إنسانيتي ده مفيد قوي. ده الذين لا تسمع أصواتهم إلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. دول فتنوا المسكونة، الناس الضعفاء والبسطاء والجهلة والصيادين. دول المقارنات، أنت مش زي فلان جاب كذا. مقارنات بتقول لي أنت قليل وعديم القيمة. مقارنة بتوصل رسالة بكده. حماية زي ده تربية القطن. الجو المعقم خليني ما عنديش مناعة، ما اقدرش اواجه مشاكل صعبة. تربيت بشكل ما واجهش اي حاجة فيها ألم او تعب، فبالتالي انا عاجز وانا غير قادر. الاباء الكماليين اللي بيطالبوني بهوس الكمال لازم ابقى نهائية في كل شيء، فكل من هو 9.5 من 10 ده فاشل. كل اللي ما يحققش المعيار الابوي ده في الصلاح هو فاشل. فبالتالي صورتي عن نفسي ايه؟ انا ما بجيبش 10 من 10 فانا فاشل. فالكماليين بينشئوا في اولادهم صورة عجز وصورة فشل. السلطة الساحقة والتربية العنيفة بتوصل رسالة انت ما عندكش قيمة وانت مش محترم ومش محبوب وما تسواش. تمجيد الشكل او الجمال او المواهب او الجنس، انت الولد اهم من البنت، البنت احن من الولد، انت ولد مفروض ما تعيطش وما تبكيش، المفروض انت اللي تشتغل وتعمل، البنت ترتاح في البيت، انت بنت انت اللي تنظفي وتطبخي وتكنسي وتاكلي اخوكي كمان. تعصبات الجنسيه والتمييز بين الابناء والطريقه دي في التعامل بتوصل صوره سلبيه مشوهه للطفل داخل الاسره عن نفسه. احنا اللي بنرسم له الصوره، هو كمان بيلونها ويوضح الصوره دي، او يقدر يعالجها ويشفيها لما يكبر ويبقى واعي ويشتغل على نفسه. في بعض الأسباب الأخرى، العوز المادي، الإعاقة الجسدية، التأخر الدراسي، المواهب اللي بقى في مشكلة في المواهب، أحيانا بتوصل صورة سلبية للإنسان بيقبل نفسه قبول مشروط. زي ما المجتمع بيمجد الصفات دي وأنا أفتقر إليها، فأنا مش هحصل على قيمة في المجتمع. لا، قيمتي مش إن المجتمع هو اللي يدينا القيمة، قيمتي إن الله يتساوى عنده دول ودول. بالعكس، القديسين عند الله من هم أكثر فقرا، من هم أكثر ألما، من هم أكثر ضيقة. مين دول؟ هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة، عشان كده هم متسربلين بثياب بيض وسعف النخيل في أيديهم. الكتاب المقدس لما اتكلم عن الفقراء، بولس الرسول يقول القديسين. لما جمع عطية الفقراء أورشليم اتكلم عنهم إن هم القديسين. ربنا يسوع المسيح قال لهم إخوتي الأصاغر، دول إخواتي، دول تبعي أنا، اللي يديهم اداني أنا، اللي يأكلهم أكلني أنا، اللي يضيفهم ضيفني أنا، دول قيمتهم من قيمتي أنا. ساعات لما نقول كلمة إخوة الرب لازم نبص لها باعتزاز وفخر وانحناء أمامهم. دول مميزين بأنهم إخوة الرب، لكن الكلمة تبقى وصمة فلان من إخوة الرب فتبقى عار، أصل ده إخوة الرب تبقى عيب. ده ربنا بيرقيك ويعليك ويخليك من إخواته. ده القديسين دخلوا في الفقر الاختياري عشان يبقوا قديسين. أما اختار الله فقراء العالم ليخزي بهم الأغنياء، جهال العالم ليخزي بهم الحكماء، المصدرة وغير الموجود ليبطل كل ما هو موجود. فالعوز والفقر مش عيب في حد ذاته. فلو أنا هقيم بعين المجتمع، الحاجات دي تديني الصغر نفس. هقيم بعين الكتاب المقدس، حاجة تديني اعتزاز وفقر. أنا فقير لأجل الله. طب والله نفسه افتقر وهو غني لنغتني
نحن أيضا بفقره، فقره يغني، مرضه يشفي، مناديله ومآزره تشفي ظله، يطلع الأرواح الشريرة. مين ده؟ الفقير والصياد والغلبان. طب واللي كان غني؟ اترك، سيب، تحرر، تجرد عشان تمشي معايا. ما تشيلش كيس ولا مزود ولا عصا ولا ثوبين ولا سلاح، وامشي معايا مجرد كده، عشان القوة تبقى من مين؟ لكي يكون فضل القوة لله لا منا. احنا أواني خزفية، المجد الداخلي ده مجد الله جوانا. فلازم أبني صورتي الذاتية على الكتاب المقدس. ربنا بيقول إيه مش الناس بيقولوا إيه. مجتمع بيمجد الجمال والغنى والإثارة والفلوس والعظمة والسلطة، ربنا بيمجد القداسة والتجرد والاحتياجات والفقر وحتى الجهل من الشهادات الدراسية. بس الامتلاء بالحكمة الإلهية عظيم في عيني الله. لكن لما هشوف بعين المجتمع هكون صورة سلبية وما أعرفش وجودي في الحياة هدفه ومعناه إيه. أنا موجود عشان أمجد الله وعشان أتمتع بعطايا ونعم الله، مش عشان أعمل للمجتمع الحاجات اللي هو بيحبها. ومصادر صغر النفس الوالدين، الأهل، أصدقاء، المدرسين، السلطة، المجتمع، القوانين، كل ده بيشكل فيا الصورة الذاتية. فأنا عايز أبقى واعي عشان أفلتر وميز إيه الصح اللي أخده من المجتمع وإيه اللي مش صح اللي أرفضه. أقول أنا ماليش دعوة بالمجتمع بقيم، زي أنا عندي مسطرة أخرى، مسطرة الله اللي بقيس بيها نفسي. بقيس نفسي على الوصية، بقيس نفسي على نور الكلمة، على سراج الإنجيل، بقيس نفسي على فكر الله ورأي الله. هو شايفني إزاي، مش الناس عاوزين ومتوقعين مني إيه. ممكن شعور الرفض، حمل غير مرغوب فيه، نقول ده جه غلطه، لا نقول جه بركه، ده ربنا اداهولنا هديه اضافه زياده، ده احنا خططنا نجيب 2 والتالت دي كادوه هديه على البيع من ربنا اكثر مما خططنا واكثر مما تمنينا. لو حمل غير مرغوب فيه لازم اعرف ده جاي بمشيئه الله، ده ربنا خلقه، ده احنا كنا استكفينا وربنا قال لا ده انا كريم وهديكم زياده كمان، ده هديكم حاجه من عندي هديه اكتر من اللي انتوا توقعتوه لانفسكم. لازم دي نظرتنا تبقى للمولود اللي احنا غير مرغوب فيه مني. طب ربنا عايز يجيبه للحياة، يبقى أنا أرفض مشيئة الله حتى لو أنا خططت غلط، أو لو غلطت في أخذ الوسيلة، أو ما كانتش فعالة بدرجة كفاية. فنتنازل عن الأفكار المشوهة دي اللي ممكن تشوه أولادنا وتشوه صورتهم الذاتية في المستقبل. الصورة الذاتية لها بعض المظاهر، إما انسحابي أو متمرد أو هجومي، أو حالات نفسية غير اكتئاب، حسد، ضيق، قلق، اضطرابات شخصية. فلو ما كانتش صحية هتسمع معانا في مشاكل في المستقبل. عشان أصلح الصورة الذاتية لازم الأول أقبل نفسي وأمسك ورقة أعملها نصين كده، أدي عيوب أدي مميزات، أفرح بالمميزات وأنميها، والعيوب أقسمها برضو نصين. دي ما ينفعش أغيرها ودي ينفع أغيرها أشتغل عليها. ما ينفعش أغيرها حاول أقبلها، دي أعلى مني. اللي ينفع أغيرها أشتغل عليها وأنمو أتطور فيها. عشان أعالج صورتي الذاتية لازم أميز الأكاذيب وأرفضها. اللي بيقولوا المجتمع مش هو الحق، لكن اللي بيقولوا الله، اللي بيقولوا الإنجيل هو الحق. ربنا قال لنا أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض، لا أعود أسميكم عبيد بل أنتم أحباء وأسميكم أبناء. انظروا آية محبة أعطانا الآب، ندعى أولاد الله. احنا مش حاجة عادية في الأرض. فأنا لازم أميز. عذراء النشيد تقول أنا سوداء وجميلة، سوادي مش هيمنع جمالي. عريسي شايفني حلوة بيقول لي ليس فيك عيبة يا حبيبي، كلك جميل يا حبيبتي، ليس فيك عيبة. طب والسواد ده جعلوني ناطورة الكروم، ده شمس التجارب لوحتني، ده أنا اتحرقت من البرية والحياة البدوية اللي أنا عايشاها، أنا رعية غنم بسيطة وأنت ملك عظيم. لا أنت جميلة في عينيا. فإلهي بيقول لي أنت حلوة، الناس بيقولوا مش حلو. صدق مين؟ صدق اللي خلقني. لو ملعقة معمولة من الذهب، معلقة دي ينفع ناكل بيها ونشتغل بيها، بقى لها قيمة إنها منتجة مستخدمة لها فايدة. طب لو ما كلناش بيها، طب لو اتكسرت، ما تنسوش هي ذهب. لما نيجي نبيعها مكسورة أو سليمة، بناكل بيها أو مش بناكل بيها، قيمتها إيه؟ هي ذهب، معدنها ذهب، ثمنها فيها كونها ذهب. لو هي ذهب أكلنا بيها عملت شغلانتين، لو ما أكلناش بيها قيمتها كذهب مش هتنقص. فأنا صورة الله اشتغلت وعملت حاجات ظهرت مواهبي، فأنا صورة الله كويس. طيب ما ظهرتش مواهب، ما عملتش حاجة عظيمة وواو مبهرة والمجتمع انبهر بيها، برضو أنا صورة الله. قيمتي في كوني قطعة ذهبية لؤلؤة ثمينة، حجر كريم، لأن أنا معمول بإيد الله. لإلهنا كل مجد وكرامة، هو القادر أن يصلح هذه الصورة فينا. له كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى الأبد آمين.